السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة بعد تعادل الزمالك والمقاولين اقتنعت بكلام أنور السادات اللي قاله لجمهور الزمالك حريم ورجالة. نسمع أنور السادات قال إيه وهنرجع للمباراة تاني. اتفضل يا سعادة الرئيس. يا أيها الزملكاوي الحزين، يا أيتها الزملكاوية الحزينة، ويا أيها المشجع الذي فقد الأمل، ويا كل ضحايا الحصالة، املأوا السماء بترانيم الاستسلام، املأوا الصدور والقلوب بكلمة سنظل أوفياء، اجعلوا الأنشودة حقيقية. أنا دلوقتي عرفت اللي كان الراجل ده بيتكلم من قلبه، عشان خلاص إحنا جمهور الزمالك تعب، أنتوا حرقتوا لنا دمنا بما فيه الكفاية. إحنا لو نلاقي نادي نحبه ونشجعه زي ما كنا بنحبكم هنروح ونشجعه. انتوا خلاص انتوا حسستونا اللي احنا من جمهور، وكان رئيس النادي بتاعنا جوج ومأجوج، احنا من عيلة جوج ومأجوج. ايه المسلسل اللي احنا فيه ده؟ كل مباراة تعادل يا عم. امال هنكسب امتى؟ هنكسب امتى؟ يعني الاهلي بيبقى في اوحش حالاته بيكسب بالثلاثة وبالاربعة، وانتوا طلعتوا لنا الامله ورفعتوا لنا سبع سما بتعادل هبطان قدام بيراميدز. برضو كنا كسبانين لاخر دقيقه وبيراميدز عملها معانا، وقلنا فريق كبير، والمعلم شيكا جمع لي اللعيبه وقال لهم احنا ابطال افريقيا واحنا ابطال القرن الحقيقي وهنمسك المقاولين ندغدغه. او المقاولين النهارده عمل معانا الجلاشه في اخر دقيقه وحرق دمنا وضيع مننا رابع نقطه. رابع نقطه يا لعيبه، يا اللي ان شاء الله يجي لكم نقطه، عشان احنا جمهور الزمالك قرف. انتوا بتخلونا كل مباراه نعيط، عايزين نعمل اي حاجه مش عارفين. نفسنا نفرح، نفسنا نفرح من الموسم اللي فات وانتوا منكدين علينا. ربنا ينكد عليكم، ربنا ينكد عليكم يا بعده على اللي انتوا عاملينه. نفسنا نكسب زي عايزين نفرح، واحنا انكتب علينا، احنا انكتب علينا الحزن دايما. هو ليه ايه اللي بيحصل في جمهور الزمالك ده؟ ايه اللي بيحصل؟ نستخبى نروح فين؟ نبطل كرة القدم؟ ما نتفرجش على كورة في التلفزيون؟ حرام عليكم. وكل اللعيبه خلاص بقت كريستيانو رونالدو كلها بتدي كعوب. النهارده عم شيكا كعب ايه يا عم شيكا؟ يا عم شيكا انت كعب الغزاله متعني، انت خلاص انت شطبت يا شيكا. انا راجل زملكاوي كنت بحبك، بس خلاص بقى، خلاص ده كعب الغزاله متعني. اللعيبه كلها ضايعه، اللعيبه كلها لازم تحن كعب رجليها عشان الزمالك وقع. النهارده المباراه كلها انا بصراحه ما حسيتش وميزو رجع ولا حسينا بميزو ولا حسينا بزيزو. انا اللي حسيت بيه في لعيبه الزمالك كان مصطفى شلبي، هو ده اللعيب النهارده اللي كان ظاهر، غير كده مفيش. النهارده قلنا اول 3 نقط ربنا يكرمنا بيهم عشان نرجع ننافس الاهلي على الدوري. ده احنا ربنا يسترها علينا، ده احنا شكلها ولا فيها تاني ولا رابع ولا خامس، احنا هنبقى السادس او السابع. وافتكر الكلام ده وقول ابو سينا ايه قالها، اللي الزمالك هيبقى خامس او سادس السنه دي على المنظر اللي احنا شايفينه. اول مباراتين يا ناس، يا ناس اول مباراتين تعادل نضيع 4 نقط. هو ده اللي احنا بنقول هننزل ناخد الدوري من الاهلي، هو ده اللي احنا بنقول عايزين نرد اعتبارنا. خلاص الزمالك ما فيهوش لعيبه رجاله، الزمالك ما فيهوش لعيبه رجاله. عشان كده الزمالك كل ماتش هيخسر ويتعادل والجمهور ينكد ويتنكد على جمهوره، والجمهور الضغط والسكر يعلى. حرام عليكم، حرام. احسوا بجمهوركم، ده احنا تعبانين من الموسم اللي فات. شوفوا الاهلي بيعمل ايه يا جماعه، شوفوا الاهلي بيعمل ايه عشان نعمل زيه.